يوم 21 يونيو سنة 1021. الساعة كانت قريبة من المغرب. الناس في شارع ستيوارت تاور بلندن سمعوا صوت سقوط عنيف. لما قربوا كانت الجثة لفنانة مش عادية، كانت سعاد حسني. بعدها بساعات الحكومة البريطانية قالت انتحار. لكن المشكلة سعاد حسني كانت راجعة مصر، حجزت تذكرة وحضرت لعمل فني. فليه تنتحر؟ وازاي؟ وليه لحد النهاردة القصة دي مش مقفولة؟ سعاد حسني ما كانتش مجرد ممثلة مشهورة ولا نجمة جميلة وبس. سعاد كانت بنت جيل وصوت مرحلة وشاهد على زمن حساس جدا في مصر. مثلت أكتر من 80 فيلم ولعبت أدوار البنت البسيطة، الست المكسورة، الست القوية، الست اللي بتواجه. والأهم، سعاد كانت قريبة من ناس وشافت حاجات وسمعت كلام مش أي حد يسمعه. النقطة دي مهمة، خليها في بالك. في آخر سنين حياتها سعاد كانت تعبانة صحيا، مشاكل في الظهر، العمود الفقري، أكتر من عملية. بس ما كانتش عاجزة ولا فقد الوعي ولا منهارة نفسيا زي ما اتقال. سافرت لندن عشان العلاج وقعدت في شقة عند صاحبتها نادية يسري. وهنا الملف بدأ يتعقد. 21 يونيو 2001، سعاد وقعت من شرفة في الدور السادس. البيان الرسمي قال انتحار بسبب اكتئاب. بس خلينا نقف هنا ثانية، في علامات استفهام كبيرة. مفيش رسالة انتحار. كانت بتكلم أهلها عادي، كانت محجوزة راجعة مصر، عندها شغل، صحابها قالوا إنها ما كانتش مكتئبة. يبقى ليه تنتحر دلوقتي؟ التقرير البريطاني قال سبب الوفاة السقوط. مفيش شبهة جناية واضحة، بس ما قالش إذا كان السقوط ده نتيجة قفز ولا دفع ولا حادث. والتحقيق ما كانش طويل ولا متعمق ولا اتفتح من جديد، وده غير معتاد مع شخصية بحجم سعاد حسني. من أول يوم عيلة سعاد رفضت كلمة انتحار. أختها جنجاه عبد المنعم قالت صراحة سعاد ما كانتش ناوية تموت، سعاد كانت ناوية تعيش. وأكدت إن سعاد كانت بتخطط وبتتكلم وبتحضر. وقالت الجملة اللي اتشهرت: سعاد ما انتحرتش، سعاد اتقتلت. وده اتقدم بشكل رسمي، مش كلام جرايد. نادية يسري صاحبة الشقة وآخر شخص شاف سعاد وكانت موجودة في المكان. المشكلة إن روايتها اتغيرت، مرة تقول نايمة، مرة تقول في الحمام، مرة تقول سعاد مكتئبة. التناقض ده خلى الشك يكبر مش يقل. بعد وفاة سعاد بسنين طلعوا تسجيلات صوتية بصوت سعاد نفسها. في التسجيلات دي بتتكلم عن خوف، عن مراقبة، عن تهديد، عن ناس مش عايزاها تتكلم. التسجيلات اتعرضت في برامج معروفة وما تقالش رسميا إنها مزورة. وهنا السؤال المنطقي: واحدة خايفة وبتحذر تنتحر؟ الفرضية دي ما تثبتتش بس ما تنفتش. سعاد كانت قريبة من مراكز قوة، عاشت فترات سياسية حساسة، وكانت تعرف أسرار. هل كانت عبء
ولا شاهد زيادة عن اللزوم؟ مفيش دليل، بس برضه مفيش نفي قاطع. التحقيق ما طولش، الطلبات بإعادة فتحه اترفضت، أدلة كتير ما تسلمتش، وده فتح باب الشك وخلى القضية تعيش لحد النهاردة. الأسئلة أكتر من الإجابات، الشهادات متناقضة، التسجيلات موجودة، والملف ما اتقفلش بشكل نهائي، وسعاد ما زالت قضية مش مجرد ذكرى. سعاد حسني ممكن تكون وقعت وممكن تكون اتدفعت، بس الأكيد إن الحقيقة ما اتقالتش كلها، وسعاد ما سقطتش من شرفة وبس، سعاد سقطت ومعاها أسرار لسه مستخبية.